بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي كلامنا في فيديو جديد بعنوان الرود ماب الخاصة بالسايبر سيكيورتي في 2026. طيب، قبل بس ما نبتدي شرحنا أو قبل ما نتكلم في أي توبيك عامة، لازم أقول لك على حاجة، ألا وهي إن مفيش حاجة اسمها رود ماب. يعني مفيش حاجة اسمها خريطة ولا في حاجة اسمها الكلام ده، لا. هي بتكون مجرد تجارب أو حصيلة خبرات أو تجارب حياتية في سوق العمل وكده. واحنا بننقل لك الصوره، نقول لك دي الحاجات اللي احنا لقيناها مشتركه، ودي الحاجات اللي انت لو ركزت عليها هتقدر توصل للاوبجيكتيف او هتقدر توصل للبوزيشن اللي انت عاوز توصل. يعني ما بقولكش امشي على الكلام ده اكنه يعني ايه على الصراط المستقيم، او مثلا مش بقول لك امشي عليه بحذافيره. لا، ممكن الكلام اللي انا هتكلم فيه ده يناسب مثلا شخص معين، يناسب واحد خريج تجاره مثلا بيدرس سكيورتي، ممكن ما يناسبش واحد خريج هندسه قسم حاسبات مثلا. فهمتني ازاي؟ فهو الموضوع بيكون يعني ايه، بيكون فيه فليكسبيليتي او فيه زي مرونة كده. فانت ايه، على حسب الكيسز اللي انت فيها او على حسب الموقف اللي انت فيه. طيب، قبل برضو ما نتحدد او قبل ما اتكلم، انا كنت عملت فيديو هنا على القناة حوالي كان ساعة تقريبا، اتكلمت فيه عن التخصصات بتاعت السكيورتي عامة كلها، اتكلمت على 11 تخصص، وكنت اتكلمت عليهم بالتفصيل وشرحتهم وشرحت طبيعة الشغل بتاعتهم وكده، سواء بقى في الاوفensive او في الديفensive او الجي ار سي او وات ايفر ايا كان التراك يعني. وكنا شرحنا بالتفصيل فيه. فايه اللي انا هكلمك فيه النهارده هي الحاجات المشتركه، الاساسيات اللي المفروض تكون عندك وانس ان انت خلاص انت قررت ان انت عاوز تدخل في التك اندستري او عاوز تدخل في السكيورتي تحديدا. طيب، في البدايه بس لو انت ما تعرفنيش، فانا اسمي عمرو عبد الحميد، بشتغل از سكيورتي كونسلتنت وبنتريشن تيستر. وده لينكد ان بتاعي. خلينا كده ايه، اجيب هنا اللينكد ان بروفايل يعمل كده. انا هنا بشتغل از سايبر سيكيورتي كونسلتنت في نيت رايدرز اكاديمي. للي ما يعرفش نيت رايدرز، فاحنا برضو زي اكاديميه كده او كشركه بنقدم الدورات بتاعه الامن السيبراني لمختلف الشركات، اوفنسيف سيكيورتي، سانز، مثلا عندك اي ان اي سي كونسل، كومبتي اي اي، كل الشركات دي. فاحنا بنقدم الدورات بتاعتهم باللغه العربيه، يعني هو الكونتنت الاوفيشال ولكن احنا بنقدمه باللغه العربيه. طيب، لو انت حابب مثلا تتواصل معايا او تبعت لي اي سؤال، فهنا برضه هتلاقي الكونتنت انفورميشن، هتلاقي هنا رقم التليفون بتاعي، هتلاقي هنا الايميل بتاعي. مفيش مشكله، تحت امركم في اي سؤال. طيب، خلينا كده ايه نبتدي ان احنا نرجع نتكلم في التفاصيل بتاعتنا او في التوبيك الاساسي بتاعنا، الا وهو ان انا هنا مش هقول لك ازاي مثلا تكون واحد سوك اناليست في 3 شهور، او ازاي مثلا تكون واحد مثلا بنتريشن تيستر في 3 شهور، لا. طيب، في البدايه كده لازم تسال نفسك سؤال: هو المجال ده اصلا يعني مناسب ليك ولا لا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت قبل ما تدخل في اي تراك عامه، لو انت عاوز تتعلم سباكه، حتى عايز تتعلم نجاره، اي حاجه، اسال نفسك: هل انت مثلا شخص بتحب تحل المشاكل؟ هل انت مثلا مستعد تتعلم باستمرار؟ لان حرفيا هي التك اندستري بالكامل، قطاع التكنولوجيا بالكامل، كل يوم بيتغير. تلاقي مثلا موديل ذكاء اصطناعي جديد، تلاقي فيه تول جديده، في مثلا فريم ورك مش عارف ايه، في مش عارف اي موديل نزل بيعمل ايه. انت فهمتني؟ هل انت مستعد تتعلم باستمرار؟ لان المجال بيتغير كل يوم بسرعه، فالتطوير فيه مستمر والتحديثات مستمره. فهمتني؟ فهل انت عندك القابليه او الكابابيلتي ان انت يعني تتحط تحت الاسترس ده او تحت الضغط ده ولا لا؟ وهل انت صبور على التعلم لفتره طويله قبل ما تشوف نتيجه؟ لو الاجابه مفيش مشكله، كمل الفيديو معانا. لو لا، يعني كنسل الفيديو ووفر على نفسك الوقت بتاعك، ويعني ايه ما تتعبش نفسك، ماشي؟ فدلوقتي انت لازم يكون عندك تسال نفسك 3 اسئله: تحب تحل المشاكل؟ مستعد تتعلم باستمرار؟ وصبور على التعلم لفتره طويله قبل ما تشوف النتيجه. طيب، خلينا ندخل بقى نتكلم في الاساسيات نفسها. ايه هي الاساسيات اللي المفروض تكون عندك؟ خلينا كده ايه هنا، هي مش عارف هي كانت ديت ولا لا. اوكي، جميل. دي هنتكلم على الاساسيات او البيزك لاين كده، او يعني ايه البيز لاين اللي المفروض يكون عندك قبل ما تدخل يعني حرفيا في اي تخصص او في اي تراكس. وخلي بالك برضو ده اكتر جزء الناس بتعمل له سكيب، عشان كده تلاقي دايما الناس على لينكد ان هو بيقعد يتكلم في مواضيع كتيره، ولكن لما تيجي تتكلم معاه في موضوع التكنيكاليتي مثلا، فلا، هو بتلاقي عنده ضعف، والضعف هنا مش بيكون في التراك قد ما هو يعني ضعف في التخصص نفسه، او ضعف في الحاجات الاساسيه اللي المفروض تكون عنده. طيب، ايه هي الحاجات بقى اللي المفروض تكون عندك وانس ان انت عاوز تبدا سايبر سيكيورتي؟ اول حاجه الا وهي النتوركينج او الشبكات.
طيب انت لازم تكون فاهم ازاي الانترنت ده شغال. يعني المفروض تكون عارف تاريخ الانترنت من ايام ما كان اسمه اربانت، من ايام وزاره الدفاع الامريكيه لما طورت وعملت كل التفاصيل دي. لازم تكون عارف ايه هو التي سي بي اي بي، لازم تكون عارف الدي ان اس، لازم تكون عارف الدي اتش سي بي، لازم تكون عارف السبنتنج، لازم تكون عارف مثلا الفرق بين السويتش والراوتر والفاير وول. لازم مثلا تكون عارف والله ايه هو الاس اس اتش، ايه هو الاف تي بي، يعني ايه الاتش تي تي بي، يعني ايه اتش تي تي بس، الفرق ما بينهم، ايه هو الدي ان اس اصلا. يعني ازاي مثلا بياخد الدومين مني يعمل له ريزولفنج الاي بي. ماشي. لازم تكون عارف ازاي الاجهزه دي بتتكلم مع بعض على الشبكه مثلا. لازم تكون عارف التوبولوجيز، اللان، الوان، الانواع دي كلها لازم انت تكون عارفها. يبقى اول حاجه المفروض تكون عندك وانس ان انت عاوز تبدا في التراك ده. خلي بالك هو تراك مرهق، يعني هو انا فيه اهوت بقى لي فتره طويله، بس انا بقول لك من واقع تجاربي، سواء بقى كانت مذاكره كورسات او شغل في شركات او كده، او حتى الشغل الفريلانس او حتى تقديم الدورات، بس هقولها لك. هو مجال مرهق ذهنيا، اغلب الوقت هتحس ان انت عندك بيرن اوت كده، اللي هو يعني حاسس ان دماغك هتنفجر منك. فهمتني؟ من كتر الحاجات اللي انت بتتعلمها، من كتر الاحباط اللي انت هتشوفه، من كتر البوستات اللي انت هتشوفها واللي هتحبطك برضه، من كتر الناس اللي عماله بتصيح انا مش لاقي شغل، انا مش لاقي انترن، انا قدمته ما فيش حد ودايما ريجكتد، ما فيش حد مثلا بيقبلني، انا مش عارف المشكله فين، انا اتخرجت مش لاقي شغل. فانت هتقابل نوعيه بوستات كتيره جدا من النوعيه دي. فهو مجال مرهق بصراحه. فخلينا نتكلم، يعني سيب بس الحته بتاعت ايه الحاجات اللي هي التانيه ديت، الجوانب ديت، وخلينا في الصميم الاساسي بتاعنا. اول حاجه انت المفروض تكون دارسها هي الشبكات او النتوركينج. طيب انت هتدرس الكلام ده منين؟ والله انت عندك في شهاده اسمها كومبتيا نتورك بلس. ده يعني ده لو انت حابب خلاص انت هتخصص كلامك او هتخصص مذاكرتك للسكيورتي، فانت مش محتاج تروح بقى تذاكر ام سي اس اي ولا سي ان اي ولا سي ان بي ولا سي اي ولا الكلام ده. انت كل اللي محتاجه يعني شهاده زي نتورك بلس. والسبب اللي انا بقول لك عليه للشهادات عامه ان المنهج بتاعهم بيكون منظم، يعني مش واحد مثلا عامله بشكل عشوائي فانت عمال جايب موضوع من الشرق وموضوع من الغرب، وانت تايه، انت تايه في النص. انت فهمتني؟ فالمقصد من الكلام ان انا لما بقول لك على سيرتيفيكت معينه، مش بقول لك روح امتحن الامتحان بتاعها، مش بقول لك روح ادفع لها 500 600 الف دولار بتوعها ولا الكلام ده، لا. 500 دولار او 600 دولار او 1000 دولار، مش 500 600 الف. فانت لازم دلوقتي يعني ايه تمشي على منهج او استراكشر ده منظمه محطوطه كده، انت تكون ماشي عليها، لان انت في مرحله تعلم من يعني ايه، مش ناقص تشتت من الاخر. فهمتني؟ فانت عاوز منهج واضح وصريح انت ماشي عليه. موضوع ان انت تقعد تتنطط ما بين الكورسات وكده، لا، ده اكتر حاجه بتضيع وقتك وبتشتتك. واظن انتوا بتشوفوا كل ده الكلام، بتشوفوا الكلام ده كله بعينيكم. فاول حاجه دلوقتي لو انت عايز تذاكر اساسيات الشبكات، فانت يعني ايه في عندك النتورك بلس بتاعت شركه كومتيا. الشهاده دي شهاده جميله جدا، الكونتنت بتاعها دسم جدا، وهيأسسك بشكل قوي جدا في الشبكات. طيب الكلام ده لو انت واحد ما عندكش اصلا اي خلفيه عن النتورك. ولو انت عندك خلفيه مثلا، لو انت مثلا بتدرس في كليه مثلا تكنولوجيه، او بتدرس مثلا في كليه حاسبات او في هندسه، او في اي كليه مثلا ريليتد بالحته بتاعت الشبكات او كده، او بتدرس اي ماده لها علاقه بالشبكات، فما اعتقدش ان انت هتكون محتاج الشهاده بالكامل او محتاج الكونتنت بالكامل. محتاج بس تراجع مواضيع بسيطه كده. يبقى اول حاجه لازم نتكلم، او اول حاجه لازم انت تكون عارفها هي فهمك للشبكات. بعد كده لازم تكون فاهم انظمه تشغيل. لازم تكون بتعرف تتعامل مع لينكس ومع الويندوز. لازم تكون عارف مثلا ازاي تفتح الكالي لينكس، ازاي مثلا تنستول، ازاي تحل المشاكل بتاعته، ازاي تمسح ملفات، ازاي تتعامل مع السيستم بشكل عام. فالكوماند لاين في الاثنين، سواء بقى في الويندوز كانت باور شيل او حتى في الباش سكريبت بتاعه اللينكس، فانت لازم تكون عارف ازاي بتتعامل عليهم، ازاي بتستخدمهم، ازاي بترابل شوت او بتبتدي انت تحل المشاكل اللي بتظهر لك. من الاخر انت لازم تكون متقن الاثنين. لازم انت تكون عارفهم، دي حاجه لا مفر منها. ما ينفعش ان انا احطك دلوقتي مثلا في بين تيست انجيجمنت واقول لك والله مثلا عايزك تجرب لي سيكوال انجكشن، تقول لي مثلا والله ده في تول اسمها سيكوال ماب، بس ازاي بتشتغل؟ ما ينفعش تقول لي كده، لا. ما ينفعش اجي اقول لك مثلا والله اعمل فولدر عندك في التيرمينال مثلا، حط فيه المسارات او حط فيه مثلا ايه الاستراكشر ده نفسها او الهيكل نفسه بتاع البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه. تقول لي اعملها ازاي دي؟ يعني مش عارف. اقول لك مثلا امسح الملفات مثلا، تقول لي مش فاهم يعني إيه. طب كاري الدايركتوري، تقول لي مش عارف. لا، لازم انت تكون بتعرف تتعامل مع اللينكس زي ويندوز بالظبط. يعني او خلي بالك برضو، يعني هم حلين المشكله ديت. انت عندك في توزيعات كتير، عندك مثلا اوبنتو، هي عامله زي الويندوز حرفيا، ايقونات وشغل كله عادي جدا يعني. عندك طبعا يوبنتو وكالي، وعندك برضو باروت. ماشي. في عندك ديستريبيوشنز كتيره جدا. يبقى تاني حاجه انت لازم تكون عارفها الا وهي اساسيات نظام التشغيل. والماده ديت في كليات عامه او في جامعات مصريه، والله مصر وبره مصر حتى، بتشرح انظمه التشغيل، بس الشرح بتاعهم لا يسمن ولا يغني من جوع. مش يعني اللي هو ايه،
مش ده اللي هيفيدك. فالاحسن تاخد برضو كورس كده، مثلا عندك شهاده زي لينكس بلس، تبتدي ان انت ايه تذاكرها، تعرف ازاي هتتعامل مع الملفات مع الفايلات، ازاي تمسح، ازاي تديليت، ازاي مثلا ازاي تضيف، ازاي تترابل شوت، ازاي مثلا تحل المشاكل اللي ممكن تظهر لك، ازاي تظبط النتورك بتاعتك. كل الكلام ده يعني هتلاقيه برضو في شهاده زي اللينكس بلس. يبقى تاني عنصر معانا لازم انت تكون مذاكره الا وهو اساسيات نظام التشغيل. طيب ثالث عنصر معانا الا وهو اساسيات البرمجه. مش بقول لك تكون ديفلوبر محترف، بس على الاقل خالص لازم تكون فاهم. لو بصيت على كود بايثون 10 15 سطر تكون فاهم هو بيعمل ايه. وبعدين برضو خلي بالك البرمجه بتفيدك في حته الاوتوميشن وكتابه السكريبتات. انت مثلا دلوقتي معاك مثلا رينج ايبيهات معين، فانت عايز تعمل له سكاننج مثلا وتحفظ الريزلت تحطها مثلا في ملف تكست عندك عشان هتبتدي تفاليديت بقى ومرحله الانيميشن وكده. فانت بتيجي رايح عامل مثلا سكريبت بسيط بالبايثون، بيفتح الان ماب، يروح يعمل السكاننج ويرجع لك الريزلت في الملف بالصيغه اللي انت عاوزها، تكست بقى جيسون ايا كان. يبقى هنا فكره ان انت تكون يعني مذاكر برمجه. مش بقول لك تكون ديفلوبر ولا تذاكر كورس 200 ساعه ولا الكلام ده، لا لا لا. انا عايزك بس تكون فاهم، لو بصيت على كود بايثون تعرف الفانكشنز دي بتعمل ايه. برضو الباش سكريبتنج هتفيدك برضو في حاجات كتيره في الاوتوميشن. بعد كده ده بقى لو انت مثلا رحت لحته الثغرات وكده، فانت هتضطر تذاكر مثلا حاجات زي الجافا سكريبت، السيكوال، عشان تكون فاهم الثغرات. ثغره مثلا زي الاكس اس اس كروس سايت سكريبتنج، او حتى السيكوال مثلا انجكشن. فيعني ايه يعني ايه لازم تكون فاهم برضو الحاجات دي. ماشي، ناهيك بقى عن الحاجات اصلا نفسها بتاعت تخصص الثغرات عامه. في تخصص اسمه الويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج، وفي عندك الموبايل، وفي عندك ثغرات في الويب، في عندك يعني في عندك حرفيا تخصصات كتيره. بس بشكل عام يعني لازم يكون معاك اساسيات البرمجه. اساسيات البرمجه بتاعت الكليات ما تعتمدش عليها، لان هي مش هتدي لك اللي انت هتشوفه في الشغل العملي. ممكن مثلا تذاكر يعني تشوف بقى حد تراستد انت بتثق في شرحه، حد بيكون بيعمل مشاريع كويسه، انت تفهم الشرح بتاعه. يعني المشكله ان مفيش كورسات برمجه معتمده، فهمتني؟ بس هي الفكره كلها في ايه، او مفيش حد مثلا مفيش مثلا ايه مكان تقدر تقول عليه ان هو هيدي لك الباكج عامه. بس شوف انت اي مهندس بيشرح برمجه، باشمهندس اسامه الزيرو، باشمهندس اسلام، اي حد بيشرح برمجه، شوف الفيديوز بتاعته او شوف الكورسات بتاعته، وابتدي ان انت تذاكر وراه ستيب باي ستيب. طيب المرحله دي بقى نفسها تاخد منك وقت قد ايه؟ والله دي مثلا يعني برضو في عوامل زي ايه مثلا، قدرة استيعابك، قدرة الفهم بتاعك او المذاكرة بتاعتك. طب المجهود اللي انت هتحطه، ما هو واحد مثلا بيحط 10 ساعات يوميا غير واحد بيحط 3 ساعات. واحد بيفهم الموضوع من اول مرة غير واحد بيفهم الموضوع بعد 3 4 محاضرات، مثلا ما يسمع المحاضرة 3 4 مرات. فهمتني؟ فهي الفكرة كلها ان في تفاوت. بس بشكل عام مينيمم خالص انت ممكن تاخد من 3 شهور ل6 شهور في مرحلة الاساسيات دي. ماشي، بس الاهم من المدة نفسها ان انت اي حد يقول لك سيبك من الاساسيات وادخل بشكل دايركت في الهاكينج وكده، لا، انت بتتوجه غلط. الاساسيات الاساسيات. خلي بالكم يا جماعه، هقول لكم برضه على نقطه. يعني انا حرفيا انا دخلت عمليات بين تيستنج وريد تيم اكتيفيتيز كتيره جدا، مفيش الجو الاكشن اللي انت بتشوفه في الافلام، ولا ولا الهرم الرابع، ولا القبعه والكلام الاخضر اللي بيطلع كده. والله يا جماعه 70% من عمليات البين تيستنج اللي انا دخلتها كلها حل مشاكل. انا قاعد احل مشاكل وعايز ابيفوت من هنا واعمل لاترال موفمنت ويعمل بريفد اسكيليشن على مش عارف ايه. فانت بتحس ان انت داخل ايه انت قاعد بتحل مشاكل بس. فعشان كده انا قلت لك في البدايه انت لازم 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 تكون، هل انت شخص بتحب المشاكل ولا لا، ومستعد تتعلم ولا لا. لان انا احيانا بكون في بنتست انجيجمنت مثلا، بروح اذاكر توبك معين عشان اعرف اطبقه تاني، بكون نسيته مثلا. فانا بروح ابص عليه تاني، او اقرا مثلا اقرا مثلا رايت اب ليه، او اشوف اي حاجه بتشرحه وابتدي ان انا اطبقه تاني. فهمتني؟ فانت لازم تكون مستعد تتعلم باستمرار، لان زي ما قلت لك التكنيكس بتتغير كل يوم. يعني بعد مثلا الاي بي تي جروبس بتوع ايران والحرب السيبرانيه اللي جامد فجاه ديت، احنا مثلا لما بنبص على التي دي بيز بتاعتهم اللي هي التكتيك والتكنيكس والبروسيجرز، لا انت بتحس ان انت ايه، لا انت كنت في حته وبعد كده هتضطر تذاكر حاجات معينه عشان تكون مواكب للناس دي وتعرف تجاريها. تروح مثلا تبص على العيال الروس، لا تلاقيهم برضه عاملين شغل عالي في التكنيكس بتاعتهم، فانت بتضطر تواكب زيهم. الصينيين كذلك، هم الصينيين بصراحه عباقره يعني. فالمقصد من كلامي ايه، يعني فكره بقى ان انت هتقعد ايه، لازم تكون من الاخر كده مستعد تتعلم وتكون بتحب المشاكل. فكره بقى ان انت تنط من الاساسيات وكده، لا لا لا. انت حتى لو ظبطت الاساسيات بتاعتك، اي توبك بعد كده هيكون سهل عليك. لو واحد مثلا متاسس صح هيقدر يذاكر سوك عادي، هيقدر يذاكر بين تيستنج عادي. ليه؟ الاساسيات واحده. هي بص الثلاث حاجات دولت هم المحور عامه بتوع التكنولوجيا كلها: البرمجه، انظمه التشغيل، الشبكات. لان هي الاجهزه بتتكلم مع بعض، والاجهزه دي عشان تشتغل فعايزه نظام تشغيل، او انظمه التشغيل دي عشان تتعمل ما هي برضو معموله بالبرمجه. فهمتني؟ فهي دايره كده تحس ان انت ما ينفعش تعديها
الا لما تكون اتقنتها. يبقى احنا دلوقتي قلنا كده ان المرحله دي ممكن تاخد معاك مثلا من 3 ل 6 شهور، ممكن توصل ل 7 8 شهور او اقل من كده، على حسب قدره استيعابك انت. جميل كده. جميل. بعد كده ندخل في المرحله الثانيه، الا وهي تفهم المسار اللي انت داخل عليه. الامن السيبراني مش تخصص واحد، هو عيله كامله من التخصصات. عندك مثلا في البلو تيمينج، عندك الريد تيمينج، عندك الجي ار سي، عندك الكلاود سكيورتي، عندك الابلكيشن سكيورتي. عندك تخصصات كتيره. في الفيديو اللي هو ساعه ده انا شرحت لك حوالي 11 12 تخصص، وما غطيتش الباقي لسه، كان في تخصصات تانية او سب تراكس كده ما اتكلمتش فيها. فهمتني ازاي؟ برضو الحاجه اللي انت لازم تكون عارفها، الا وهي ان في فرق ما بين شغل الريد تيمينج، في فرق ما بينه وما بين شغل البين تيستنج، وفرق ما بينه وما بين الباج هانتنج. انت فهمتني؟ يعني ما فيش كورس واحد مثلا تقول لي انا خدت كورس باج هانتنج، لا انا كده هروح اقدم على شغل بين تيستر. او خدت مثلا مش عارف خدت كورس فين، انا رايح اقدم على ما فيش هو في اكتر من 20 نقطه اختلاف احنا ممكن نعمل لها فيديو مخصوص عن الفرق ما بين شغل البين تيستر وشغل الباج هانتر وشغل الريد تيمر. حرفيا في اختلافات يعني جوهريه، ما ينفعش تختلط ما بين الاثنين، وكل واحد طريقه مذاكرته مختلفه، والميثودولوجي اللي بيمشي بيها مختلفه. يكفينا اقول لك بس ان تخصص البين تيستنج ده، في عندك الديسكتوب ابلكيشن بين تيستنج، النتورك بين تيستنج، الاكتيف دايركتوري، في عندك الويب، في عندك الموبايل، والموبايل فيه اندرويد واي او اس. فانت كل تراك اصلا فيه سب تراكس، فما ينفعش ما ينفعش ان انت تروح تخلط الثلاثه ما بين يعني ايه تخلط الثلاثه مع بعض كده، لا هتحس ان انت هتحس نفسك ان انت حدد انت عاوز ايه بالظبط. انت عاوز تدرس بين تيستنج في الطريقه الفلانيه لمذاكره البين تيستنج، عايز تذاكر ريد تيمينج. وبرضه هقول لك على حاجه في البدايه كده، شيل من دماغك فكره الريد تيم، لان انت دلوقتي وانس ان انت عايز تعمل ريد تيم اوبريشن مثلا على شركه معينه، شركه اكس مثلا. حلو. طيب الشركه دي عندها اسيتس، عندها كلاود، عندها اكتيف دايركتوري، عندها في نتورك كامله، هتلاقي في لانز موجوده جوه، هتلاقي مثلا في ويب ابلكيشنز، هتلاقي في اسيتس مختلفه، في موبايل ابلكيشن، في اي او اس، في اندرويد، ديسكتوب، في اجهزه الموظفين. فانت في عندهم السيستمز او الانترنال سيستمز، في عندهم سيرفرات، في عندهم انفراستراكشر او داتا سنتر كامله. فاللي هو انت في الريد تيمينج انت بتحاكي او بتحاول تخترق كل الحاجات دي. فهمتني؟ ففكره ان انت تقول من البدايه انا عايز اذاكر ريد تيم، لا، يعني ديت انا ما انصحش بيها نهائيا. هو الاحسن ان انت تذاكر بين تيستنج بعد ما يعني بعد ما تذاكر اكتر من تخصص في البين تيستنج، بعدها بقى وانس ان انت اشتغلت خلاص هتلاقي نفسك رحت تذاكر يعني ريد تيمينج او اوفنسيف بقى بشكل مختلف شويه. فهمتني؟ يبقى انت في هنا عندك البلو تيمينج، عندك بقى طبعا الناس اللي هم بتوع السوك اناليست، عندك المالوير اناليسيز، الناس اللي هم بتوع الديجيتال فرونسكس. في عندك تخصصات كتيره برضو جوه البلو تيمينج. في عندك الجي ار سي ده بتاع الحوكمه والامتثال للمعايير والسياسات والاجراءات الامنيه. عندك الكلاود سكيورتي، الناس اللي هم بقى بتوع اي دبليو اس وايجر والكلاود والتخصصات بتاعت الديفسك اوبس يعني. وعندك كمان الابلكيشن سكيورتي ده بقى مركز على السورس كود ريفيو وهكذا. فالسؤال اللي انت محتاج تساله لنفسك، هل انت بتحتاج او هل انت بتحب الاوفنسيف ولا الديفنسيف؟ بتحب التحليل العميق ولا السرعه في الاستجابه، ولا بتحب الحياه اللي هي الاداريه ولا ايه؟ لان كل تخصص ليه طبيعه شغل مختلفه. ولو انت حابب تبص على طبيعه التخصصات دي، ارجع للفيديو اللي هو 59 دقيقه باين او ساعه على القناه، هتلاقيني شارح فيه طبيعه شغل كل تخصص من دول. جميل كده. جميل. نيجي بعد كده بقى للمرحلة العملية، ألا وهي إزاي تتعلم صح. وهنا الكلام اللي محدش هيقوله لك بالقدر الكافي، ألا وهو أنت لازم تبيلد هوم لاب خاص بك أنت، سواء كان على في ام وير أو على فيرتشوال بوكس أيا كان. لازم تعمل الهوم لاب بتاعك لأكتر من سبب. أنت واحد لسه بتتعلم، مفيش شركة هتيجي تاخدك تقول لك تعالى جرب على الأنظمة بتاعتنا. طب أنت عايز حاجة كده تعمل عليها زي محاكاة أو زي سيميليشن، فانت في عندك تعمل الهوم لاب بتاعك. طب لو انت ما عندكش الريسورسز الكافيه عشان تبيلد لاب مثلا، ممكن تروح عادي على هاك ذا بوكس، تراي هاك مي، بورت سواجر، اوفر مثلا ذا واير دي بتاعت التشالنج بتاعت السي تي اف. عندك مثلا والله ايه تاني يا ربي، عندك ليتس ديفense، عندك موبايل هاكينج لاب. في عندك يعني منصات كتيره وبلاتفورمز كتيره عليها سي تي اف او عليها زي نظام تحديات، روح ادرس عليها وروح حل عليها. فهمتني؟ بس انا برضه هرجع واقول لك الاحسن ان انت تبيلد اللاب بتاعك، لان انت يعني ايه، فكره ان انت تبيلد لاب وتكون فاهم الاركتكشر من جوه وشايف الحاجه بشكل انترنال، بتختلف على ان انت لما تروح تعمل ستارت لاب تاخد اي بي تروح تعمل عليه ريكون وتطلع الفلاج وخلاص. فالموضوع بيكون مختلف شويه. فهمتني ازاي؟ فالاحسن ان انت تبيلد لاب، بعد كده روح بقى للمنصات بتاعت هاك ذا بوكس وتراي هاك مي وبورت سويجر واوفر ذا واير. كل التخصص او كل البلاتفورم دي ابقى روح لها بعد كده. الفرق ما بين اللي بيتعلم نظري واللي بيتعلم عملي، ان اللي بيتعلم عملي هو حرفيا يعني بص،
لما تيجي تشوفهم حتى في الشغل، في احيانا مثلا ناس ممكن تشتغل بريكومنديشن عادي وهي مش كواليفايد. حلو، وده واقع برضه ما نقدرش ان احنا نهرب منه. وواحد تاني يكون مثلا طالع عينه ومذاكر وحالل وعامل ومخلل. طب لما تشوفهم مثلا، ولنفترض ان هما الاثنين شغالين في شركه بتقدم مثلا خدمات البين تيستنج از سيرفيس بروفايدر، وراحوا لكلاينت مثلا في بنك، تلاقي الراجل اللي هو محلل عملي، فهو فاهم الاركتكشر بتاعت النتورك شغاله ازاي، فاهم الويب ابلكيشن ده شغال ازاي، فهو عارف هيضرب فين بالظبط او عارف هيدور فين. انما الراجل اللي هو مذاكر نظري، هو معاه كوماندات او معاه بيلودز هو رايح يرزعها وخلاص. ممكن اصلا يعني ده شفته بعينيا، في ناس كانت داخله تعمل نتورك بين تيستنج وضربت بيلودز بالغلط. البيلودز دي يعني كانت هتوجع الشبكه بتاعت البنك بالكامل. انت فاهم؟ نعم ماشي، الموضوع متجسم جوه والموضوع معمول له هاردننج كويس وكده، ولكن برضه ستيل انت كنت هتسبب كارثه. فالافضل ايه؟ ان انت كل حاجه تتعلمها روح طبق عليها عملي، وطبق عملي اكتر من النظري. انت لو لقيت نفسك بتتعلم نظري اكتر من العملي، لا، هنا في خلل، هنا في مشكله. لازم العملي هو اللي يطغو على الشغل النظري. طيب حاول برضو تشارك في فكره السي تي اف او الكابتشرز فلاج. عندك مثلا عرب سكيورتي كونفرنس، عندك السي تي اف بتاعت شركه ساي شيلد، بتاعت ايسك، في عندك برضو بتاعت زيناد على ما اتذكر، في عندك برضو تقريبا الاي تي اي والان تي اي بيعملوا. فبرضه فكره السي تي اف او الكابتشرز فلاج دي عباره عن تحديات. انت بتدخل على ماشين مثلا بلاك بوكس، ومطلوب ان انت تدور مثلا لحد ما تطلع الفلاج. ماشي. فهي برضو فكره السي تي اف وان انت تشارك فيها من احسن الحاجات اللي انت ممكن تعملها في مرحله التعلم. طيب نيجي بقى بعد كده نتكلم على الشهادات بشكل عام. امتى تاخد الشهاده وليه تاخدها؟ انا برضو مش برشح فكره ان انت تروح تاخد شهاده وانت طالب. ما ينفعش تضغط اهلك. انت واحد دلوقتي، خلينا بقى ننزل على ارض الواقع اهو ونتكلم بكل صراحه. انت واحد دلوقتي طالع عينك طول السنه في مصاريف، فلوس للكليه، مصاريف مش عارف جامعه، مش عارف مصاريف مشاريع. خصوصا الاسعار اللي انا بسمعها مرعبه، يعني في ناس بتدفع 100 و150 الف. فالمقصد من كلام ايه؟ بلاش تروح تضغط اهلك في شهادات. انت مثلا لو تشتغل اوكي ما عنديش مشكله، ممكن توفر مثلا بادجت معينه لسيرتيفيكت معينه، اي جي بي تي، سي اتش، ايا كان. بس هي الفكره كلها في ايه؟ حاول تشيل فكره الشهاده من دماغك وانت طالب. الشركات عارفه ان انت كطالب لسه ما اشتغلتش. ما انت السي في بتاعك معاهم، لما جم بعتوا لك على الانترفيو هم واخدين الشهاده، هم واخدين بالهم ان انت طالب. فهو مش هيكون طالب منك شهاده مثلا زي اوفنسيف سكيورتي مثلا، مش هيقول لك والله لازم يكون معاك ايه سيسب مثلا، لا. هم عارفين ان انت كطالب احنا عايزين منك المينيمم ريكوايرمنت. يعني ايه المينيمم ريكوايرمنت؟ انت واحد جاي مثلا على بوزيشن بنتريشن تيستر، حلو. انت المفروض على الاقل اتليست خالص تكون عارف دومين الويب، وعارف دومين مثلا زي الموبايل. طيب لازم تكون على الاقل برضو اتليست خالص انت متقن من الاخر، انت تكون صايع في تخصص منه، يا اما ويب يا اما موبايل مثلا او نتورك. بس الاحسن واللي الشركات بتفضله دايما هو ان انت يكون معاك تراكين او معاك زي تخصصين بتعرف تتست مثلا تو اسيتس. جميل. جميل، يبقى ده اللي الشركه منتظره منك. عايز يعني ايه؟ الشركه عايزه لما انت تدخل الانترفيو ويدخلوك مرحله الانترفيو ما تكونش تايه. ما ينفعش يقول لك مثلا والله اشرح لي الدي ان اس واشرح لي مثلا الريكورد بتاعته. ما ينفعش اقول له مش عارف ما ذاكرتهاش. ما لا، حتى لو انت معاك سيرتيفيكتس، ايه الفايده ان انت واحد مسيرتف سي اتش او مسيرتف او اس بي او مسيرتف سيسب وانت ما انتش عارف تجاوب على الاسئله التكنيكال بتاعتي؟ انا عايز واحد يحل لي مشاكلي. ما هو الشغل اصلا يا جماعه كله جاي مع المشاكل. انا عندي مشكله عايزك تحلها، سواء بين تيستنج، فانت مطالب تخترق حاجه هي اوريدي اصلا محميه. ولو انت واحد بتاع حمايه او بتاع سوك او بتاع ديفنسيف، فانت محتاج تامن حاجه من واحد اصلا هو جاي يهكرها او واحد جاي يخترقها. ماشي، ناهيك عن التخصصات التانيه. انما الفكره في ايه؟ شيل من دماغك فكره ان انت تاخد سيرتيفيكت وان انت ايه وانت طالب. لا، لو انت معاك البادجت تسمح مفيش مشكله، ماشي. وحط السيرتيفيكت او انفست في السيرتيفيكتس اللي ليها قيمه فعلا. شهاده زي سكيورتي بلس مثلا جميله جدا، بتبين ان انت شخص عندك اساسيات. شهاده مثلا زي سي اتش، شهاده مثلا زي او اس بي، زي سيسب، وهكذا. فهمت ايه؟ وابتكس مثلا، اي سي بي بي تي. الشهادات دي برضو جميله جدا. فهمتني؟ فالمقصد من كلامي ايه؟ شيل من دماغك فكره بس ان انت ايه، انت همك على السيرتيفيكت قبل التخرج. انا عايزك تركز وانت في الكليه ان انت بص، انت تدخل 5 6 انترنشيب، شارك في الكلاب اللي هي موجوده في الجامعه. انزل الجامعه، اختلط بالناس. بلاش فكره ايه الجامعه مثلا الناس وحشه. ماشي، ما عنديش اختلاف معاك، بس الفكره كلها في ايه؟ خلي بالك برضو. يعني انا دايما ايه بقى، انا اصلا كنت مظبط نفسي ان انا هشرح الجزء اللي في الصوره قدامي، ولكن انا مش كاتب سكريبت، فانا بتطرق لموضوع تاني. حاول تنزل الجامعه يا جماعه، والله العظيم كميه السوفت سكيلز اللي انت هتاخدها من التعامل مع التيمات اللي في الجامعه، كميه العصبيه اللي انت هتتعصبها، كميه إيه لو انت مثلا بقيت تيم ليدر في الجامعه مثلا لتيم مثلا معين بتاع بروجكت التخرج، او مثلا
اي بروجكت عامه، هتكون فاهم ازاي الاداره اللي بتتم، هتعرف تورد على الناس اللي معاك ازاي توزع التاسكات. خلي بالك حرفيا هو الشغل التكنيكال اي حد بيتعلمه، بس السوفت سكيلز صعب ان انت تتعلمها. فانزل الجامعه، اختلط بالناس، اتكلم مع ده واتكلم مع ده، اقعد مع الدكتور مش عارف مين الفلاني، شوف مثلا المينتاليتيز بتاعتهم عامله ازاي، الفجوات ازاي مثلا تقرت على تيم معين، او ازاي ان انت تبتدي ان انت ايه تمانج تيم معين. حاجات كتيره من هذا القبيل. خلي بالك فكره ان انت تكون مثلا شخص عندك سوفت سكيلز عاليه، لا ما مش مهم الشهاده بالنسبه لي. انا اصل انا هعمل ايه بالشهاده؟ الشهاده دي في الاول وفي الاخر هي بزنس بس، لا اكتر ولا اقل على فكره. يعني الفكره كلها، انت لو مثلا لو انا كشركه بقدم مثلا سيرفيس ورايح لبنك، البنك هيعرف منين؟ البنك مش هيخلي الناس اللي عندي تمد ايدها على السيستم غير لما يشوف ان هم سيرتيفايد. طب سيرتيفايد ازاي؟ بالشهادات بقى بتاعتهم. فهمتني؟ فهي الشهاده هي بزنس عامه، انما هي الفكره كلها في ايه دلوقتي؟ انا عايزك واحد يكون عندك المعلومات التقنيه، ودي هتجيبها من التعلم والتطبيق العملي، والسوفت سكيلز دي اللي انت هتجيبها من الكوميونتي اللي انت هتنغمس فيه في الجامعه، اللقم اللي انت هتشوفه، الكذب اللي انت هتشوفه، الحوارات اللي انت بتشوفها. إيه والله العظيم الحاجات دي يعني حرفيا هي بتخليك واحد صلب نفسيا، ذهنيا، او المينتاليتي بتاعتك انت بتعرف تتصرف في اسوأ الحالات. وانس ان حصل كارثه انت تعرف تتحكم فيها. فكره ان انت شفت انت مثلا الربع ساعه نص ساعه اللي بيكونوا ضغط قبل المناقشه ديت، لا ده دي حرفيا انت تقول ايه، اه يا عم انا ده انا قاعد مضغوط وكده، بس لا انت حرفيا انت كمنتاليتي الربع ساعه ده هو بيغير في المنتاليتي بتاعتك، بيخليك لو اتحطيت في نفس الوقت موقف انت هتعرف تتاقلم عليه، هتعرف تحتوي الموقف ده لان انت اتحطيت فيه قبل كده. فحاول تنزل الجامعه تنغمس مع الناس، تشوف ده بيتكلم في ايه، المشاريع دي في افكار اصلا في الجامعه، في الكافيهات في الكافيتريات تحديدا بتلاقي في افكار بيزنس اتعملت من لا شيء وتلاقيها بدات تنفيذ تاني يوم. فحاول تنزل الجامعه، حاول تتاقلم مع الناس، تندمج في الكوميونتي، اسال واغلط وعك وخبط براحتك عادي جدا، كلنا بني ادمين. بس زي ما قلت لك حاول تعمل دايره علاقات قدر الامكان. جميل كده. برضو حاول تبيلد بورتفوليو جميل، يعني حاول تبني ايه بورتفوليو خاص بيك. قبل بس ما ابتدي ان انا ايه ابتدي بس قبل انا ما انسى حته الشهادات ديت. الشهادات دي مثلا لو انت عايز ايه، لو انت مثلا معكش البادجت الكافيه، شهاده مثلا زي او اس بي ب 1700 دولار، شهاده مثلا زي سي اتش، زي سكيورتي بلس، زي سيسب، ادرس المنهج بتاعهم الاوفيشال بتاعهم، وبعد كده حطها في السي في عادي ان انت مذاكرها، وادخل وبناء على الشرح اللي انت هتاخده من الانستراكتور وانت خلاص ذاكرت الكورس اهوت، جوه الشركه هيتعمل لك التكنيكال انترفيو. لو انت كنت كواليفايد كتكنيكال هيدخلوك عادي، وهم هيدوا لك الفلوس اللي انت تاخدها تدفعها للامتحان الدولي. فهمتني؟ فلو انت معكش الفلوس بتاعت الشهاده الرسميه، روح ذاكر الكونتنت بتاعها. بمناسبه برضو او اس سي بي، عشان في اسئله في الكومنتات شفتها على موضوع الاو اس سي بي، هي هتكون موجوده على نت رايدرز في خلال ايام، هي اتشرحت اوريدي. انا خلصت انتهيت منها تسجيل يعني. والسي اتش هي موجوده حاليا، والسكيورتي بلس برضو موجوده. السيسب لسه مش عارف بقى باشمهندس احمد سلطان هيشرحها ولا لا، عشان برضو الاسئله دي كانت جات لي فقبل ما انسى يعني. نيجي بعد كده على فكره البورتفوليو. دي النقطه برضو اللي بتفرق ما بين اللي بيتوظف واللي فاضل واللي هو قاعد مثلا سنتين ثلاثه بيدور على شغل. يعني اعمل بورتفوليو، اعمل مثلا لينكد ان بروفايل، ابتدي ان انت انشر للناس الحاجات الانترست اللي انت بتذاكرها. اكتب على جيت هاب مثلا سكريبتات بسيطه انت عملتها، اكتب مثلا رايت ابس عن مثلا ماشين انسين انت حلتها على هاك ذا بوكس تراي هاك مي. وثق الرحله بتاعتك، جرب مثلا في الباك باونتي مثلا على منصات زي هاكر وان او باك كراود. بالمناسبه هاكر وان وحشه فروح على باك كراود احسن يعني. حتى لو انت ما كسبتش في فلوس في الاول، حاول تهنط على برامج اللي هي في دي بي فولنربيلتي ديسكلوجر بروجرام، او مثلا باك باونتي بروجرام. حاول لو خدت دوبليكيت عادي جدا مفيش اي مشكله. هي الفكره كلها ان انت بتوثق الرحله بتاعتك والكواليس دي، حاول ان انت توثقها. ده هيعرف الناس، او هيعرف مثلا لو في اتش ار بيشوفك او كده، لا هيعرف ان انت شخص يعني ايه، من الاخر كده انت شخص كويس. فهمتني ازاي؟ فحاول برضو تبيلد بورتفوليو، لان ده اللي هيخليك تثبت نفسك بشكل عملي. جهات العمل عامه بتحب تشوف دليل على ان انت بتتعلم وبتطبق، يعني انت بتطبق عملي، مش بس فكره ان انت تكون سيرتيفايد وخلاص. بعد كده نيجي لفكره بقى سوق العمل سنه 2026، ونتكلم على الواقع شويه. في فيديو انا كنت عملته على اليوتيوب برضو على حقيقه شغل السكيورتي في مصر من حيث المرتبات وفرص العمل وكل الكلام ده. لو انت حابب يعني ايه، انا هعدي على الموضوع سريعا كده، بس لو انت حابب يعني ايه تقرا اكتر عنه، فانا كنت عملت فيديو حوالي بين نص ساعه باين او تلت ساعه، 25 دقيقه باين. ابتدي ان انت ايه ارجع شوفه. طيب خلينا اكون صريح معاك في النقطه دي. الطلب على الامن السيبراني بيزيد، بس المنافسه برضو على الجنب التاني هي زادت. ماشي، دي نقطة حقيقة ما حدش يقدر ان هو ايه ينكرها. طب انت عشان تتخلص على الفجوة دي، تحاول تطور نفسك قدر الامكان وبسرعة. تحاول ان انت تجوين في الكوميونيتيز اللي انا بقول لك عليها، حاول تشير اللي انت بتتعلمه.
حاول مثلا لو خدت سيرتيفيكت مثلا نزلها. كل ده بيزود فرصتك. برضو الانترنشيب، برضو يعني برضو بمناسبه حته الانترنشيب دي، اي تي اي، ان تي اي، الشركات مثلا، في عندك بنك السي اي بي، في عندك مثلا بتاعت زينات، بتاع سايت شيلد. حاول تجوين في اي انترن من دولت، بتفرق معاك جدا والله، والله بتفرق معاك كتير على فكره، يعني حرفيا في ناس خريجين اي تي اي وان تي اي بعد ما اتخرج هو دخل شغل على طول. ماشي. دي نقطه. النقطه الثانيه، الذكاء الاصطناعي او الاي اي عامه بقى جزء من الشغل مش بديل عنه. يعني انت هتحتاج ان انت تتعلم ازاي تستخدم التولز بتاعت الاي اي في تحليل الثريتس مثلا، ما ينفعش تتجاهلها. ازاي مثلا تخلي الاي اي يدي لك افكار معينه مثلا. برضو النقطة التانية ألا وهي الوظائف اللي بتدي راتب كويس هي محتاجة حد خبرة عملية حقيقية، مش محتاجة واحد بتاع شهادة. أنا لو عندي شركة وواحد خريج تجارة مثلا أو آداب مثلا، وهيعرف يعمل الشغل اللي عندي، أنا هجيبه هو، وأنا هصرف له أنا على السيرتيفيكت، لأن أنا ضامن إن هو كتكنيكاليتي هيفيدني. إنما لو واحد جاي لي بالشهادة بس مش هيعرف يحل الشغل أو مش هيعرف يخلص لي الشغل بتاعي، يا فرحتي هعمل بيه إيه يعني؟ بالنسبة لي مش مفيد. فهمتني؟ في عندك برضو مؤخرا في طلب كبير على التخصصات بتاعت الكلاود سيكيورتي والديفسك اوبس والنتورك سيكيورتي. فبرضو حاول ان انت ايه تلقي نظر على التخصصات دي، لعل وعسى انت ممكن تلاقي نفسك في تخصص منهم. حاول ان انت ايه تروح له برضو. برضو ظبط التوقعات بتاعتك او الاكسبكتيشنز بتاعتك. يعني المجال ده قلت لك هو محتاج تعلم مستمر وصبر والتزام. ما ينفعش تكون مستعجل. البدايه يعني برضو حتى لما تيجي تبدا في شغلك، انت ممكن مثلا تبدا انترن، بعد كده جونيور، ومثلا ممكن تاخد 5 6000 او 10000، وتلاقي الناس برضو هي على نفس البوزيشن في شركات تانية بتاخد 30 و40 الف. فهي الفكره كلها في ايه؟ حاول دايما تتاقلم على نقطه البدايه، بعد كده اي حاجه انت هتعملها هتكون سهله عليك. الاستمراريه برضو والتطوير هي اللي هتوصلك للقمه. في ناس وصلت حاليا بقت سيزو خلاص اهيت، وبرضو ستيل بتذاكر. انا اعرفها كل ما اكلمه مثلا في حاجه معينه يقول لي انا بذاكر التوبيك الفلاني. خلاص بقى ده التوبيك ده اللي بيذاكره الجونيور، يقول لي لا لا انا بذاكره برضه. فهي الفكره كلها ظبط الاكسبكتيشنز بتاعتك. بلاش فكره ايه تعالى ازاي تكون هاكر في 3 شهور، ازاي تكون سوق اناليست مثلا في شهرين. لا يعني حاول دايما تميز ما بين الحقيقه، تسمع لاكتر من حد والحد ده يكون تراستد، وحاول يعني تفرق من الاخر كده ما بين الكونتنت الحقيقي والحته اللي بتاعت الماركتنج. فهمتني؟ لان الواقع الحقيقي ان انت لازم يكون في تعلم مستمر، ممارسه وتطوير، خبره حقيقيه. فبالتالي هتلاقي فرصه افضل. انما التوقع الخطا او الطموحات اللي انت بتحطها ان انت هتدخل المجال هتلاقي فرصه ومرتب ضخم و40000 و50000، لا. ما لو فاكر ان انت هتدخل المجال ده وتلاقي فرصه مثلا بمرتب كبير او كده، ظبط التوقعات بتاعتك دلوقتي، عشان هتوفر على نفسك خيبه امل كبيره بعدين، وممكن تصاب بالاحباط اصلا. فانت هتكون ضيعت وقت، وهتكون ضيعت مجهود كبير جدا. بالنسبه بقى للغلطه اللي وقع فيها المبتدئين، الا وهي ايه؟ الا وهي ان انت بتقعد تجمع شهادات وكورسات من غير ما تطبق. الحق يا عم الحق، ده فلان مش عارف نزل كورس على تليجرام، الحق حمله. الحق ده فيه تسريب مش عارف لدوره مين على على الدارك ويب، الحق حملها. الحق ده مش عارف كورس مين على اليوتيوب، روح حمله. لا والله 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 كمان مره، فكره ان انت تجمع الكورسات ديت من غير تطبيق عملي دي اسوأ حاجه انت ممكن تعملها في حق نفسك، حرفيا حرفيا والله بجد. لان انت مش هتكون قادر تحل المشكله لوحدك. اللي هو بتحس ان انت ايه، انت يعني انت بتتقدم في البروجرس بتاعك، وان انت خلصت كورس على يوديمي ورحت نزلت السيرتيفيكت وفيه كونجراتيوليشنز ويل ديزيرفد وكل الكلام ده. بس برضو اللي هو لا، ما انت بينك وبين نفسك كده وانت قاعد مع نفسك كده، والله ده انا مش عارف اعمل الكلام اللي في الكورس اصلا. فهمتني؟ ما عندكش مهاره حقيقيه، ما عندكش المهاره الحقيقيه فعلا. فهتحس ان انت ايه، لا ولا انت حاسس ان انت ماشي في طريق وهم وخلاص. اللي هي في، انا حتى حاطط لك صوره هنا اهيت، وشهاده الاي اي هو اللي حاططها يعني. بس ده انا عشان اديت له برومبت كويس، او برومبت يعني، شوف بقى انت هتسميها ازاي. فهنا انا حاطط لك 6 سيرتيفيكت. بس ايه فايده ال6 سيرتيفيكت اللي موجودين دولت؟ وانت ما بتعرفش تعمل 1% من اللي انت اتعلمته. انما على الجنب التاني واحد بيطبق عملي وبيجرب وبيتعلم من اخطائه، بيصحح، بيفهم المعلومه مور ديبس ان ديبس. فلا، ده شخص هتلاقي ليه ذو قيمه. والناس دي والله بجد والله بجد، الناس دي هي اللي فعلا بيكون ليها الاولويات في الشغل. في التكنيكال انترفيو حتى الاتش ار دلوقتي بقوا واعيين كويس لفكره اذا كان واحد بيبيع لهم الوهم، او واحد هو يعني شخص حقيقي فعلا وعنده معلومات كويسه. جميل كده. جميل. يبقى انا دلوقتي البيزكس اللي انا كلمتك فيها ايه؟ ان انت في عندك 3 حاجات المفروض تكون عارفهم، الا وهي البرمجه، الاساسيات بتاعت انظمه التشغيل، الاساسيات بتاعت الشبكات. جميل كده. جميل. طيب كده احنا ايه، كده احنا انتهينا من الفيديو بتاع النهارده. لو حضراتكم عندكم اي اقتراحات او اي مواضيع ممكن حابين نتكلم فيها، ممكن تبعت لي رساله خاصه على واتساب ماشي، او لينكد ان، او ممكن تكتبها في الديسكربشن ونبتدي ان احنا نحطها في البلان بتاعتنا ان شاء الله. جميل كده. جميل. فبكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو القادم. سلام عليكم.